السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، مرحبا بكم. انا الغاويس فيديو جديد. الحاصل شنو؟ طبعا يا شباب الليله طلعنا من الاستديو بالحياه دي، قلنا شنو الليله او الدور كده الناس تتنفس هوا. ما قصروا معنا الشباب يعني، والله ما قصروا معنا عجيب. طبعا احنا الليله جينا وين؟ الليله جينا يا جماعه مطعم كاك سكواد. هو كان ترند في الفتره اللي فاتت. ليه ترند؟ لانه قصته اشتهرت اكثر من المطعم، اللي هم 4 بلوجرز او 4 مشاهير في مصر، هم اكثر من 4 لكن 4 ديل المعروفين شديد. فقرروا انهم يجتمعوا مع بعض ويعملوا المشروع ده ويعملوا البروجكت وفتحوا كاك سكواد. طبعا المشاهير هنفتح واحد قريب ان شاء الله. عارف المشاهير انت؟ عارفهم طبعا. ريم، أميرة وعلاء الدين وبنورة او بنورة ومعاذ. ديل بلوجرز مصريين، هم اصحاب المشروع ده. فالليله جينا احنا سودانيين نجرب وما حنجامل، حنجرب اكلهم وحنشوف هل الموضوع كان بيستاهل الحلمانيه دي كلها ولا لا. شباب احنا حنيجي نطلب هنا، هو ما حنطلب مطعم كله عشان احنا ما جايين سريع. احنا حنطلب مطعم كله. هنطلب يا جماعه الحاجات البيزك او الاساسيه الناس بتحبها وبتطلبها ونقيمها، فخليكم معانا. يا جدعان فين الجلوفز؟ يا جدعان ازاي؟ يا جماعه احنا مبدئيا بنعتذر لكم لان احنا قاعدين نصور الدر، فغالبا حيكون في عربات وتيتيت وتيت وتيتيت. لكن والله شباب صراحه ريحه الاكل يعني والله جد جميله جد. مبسوط جدا. يعني تحمست، كنت عاوز اتكلم انجليزي لكن ما بعرف، اكيد تحمست انه ناكل جد. برو وات دو يو نيد تو تيست؟ جيب الدجاج. طبعا يا جماعه عندنا ماك اند تشيز وعندنا بوب كورن ماك اند تشيز، دي الحاجات طبعا الخفيفه اللي انت بتصبر بيها، وعندنا بوب كورن بس قبل اصبر لها. في ناس عندنا دي وجبات يعني. انا خليك تجرب انت اول. دي مكرونه؟ دي ماك اند تشيز. ما اسمه مكرونه، اسمه ماك اند تشيز. يلا مبدئيا هي مغرقه جبنه، يعني هي تشيز عماك، انا ممكن اسميها كده، ودي حاجه انا بالنسبه لي بحبها شديد. صراحه انا ما بحب المكرونه، لكن جميله والله صراحه يعني. بحسها بيزك لكن الجبنه فيها كثيره، دي حاجه انا شخصيا بحبها، تكون كده ملغوصه. فيلا دي الغاويس، شفت الغاويس دي ذاتها. دي برضه ماك اند تشيز لكن فوقها بوب كورن. بوب كورن ده يا حبيبي ما في فشار، انت ما قاعد في سينما. انا كنت قاعد فشار جد استغربتها. يلا هو تشيكن على شكل فشار، هم بيسموها تشيكن بوب كورن. انت استغربت لك دي ما شاء الله بقيت انترستك سريع. ايوه قلت لك الناس انا شغال معاهم على فكره وداخل براس مال. يلا هي فيها صوص فوق. انا تقريبا الصوص ده تقريبا البرتقالي ده تقريبا دايناميت، تقريبا ما عرفت. فبسم الله نجرب. اما تحت فيه مكرونه من فوق في دجاج، يعني نفس ذيك لكن في دجاج من فوق. بحس الميكس ده غريب شويه لكن تجربه ذاتها، اول مره اجرب حاجه زي دي. يا جماعه هو اصبح حاجه يعني شنو، الناس دول كريمين شديد يعني، عارف كلمه الصوص. لكن لو خيروك من الاثنين هختار شنو؟ هختار ده. لا انا قلت لك انا ما بحب المكرونه شديد. اوكي طيب احنا جبنا تشيز الصوص. اوكي. والصوص حقه بنفسه اللي هو اسمه شنو؟ كاك صوص اللي هو الصوص البيزك ده تقريبا. تشيز ده شنو؟ تشيز. هجرب اول شيء الصوص حقهم هم نفسه. ده طبعا الصوص الاساسي اسمه كاك صوص، ده الصوص البيزك حقهم. فانا صراحه انترستد اكتر من التشيز. طيب يا شباب هندوق قص التشيز اللي هي الجبنه. ولد زوما شفتها فار، جيب الفار اكل. هنالك لمسة يد، هل هي متعمدة أم لا؟ وينه الكابتن جمال الشريف؟ شوف التشيز، والتشيز جاي حارة. جماعة والله أنا داير أديك تنبيه، من الحاجات الأساسية إنك أنت لما تيجي هنا لازم تطلب الصوصات دي، لازم، لأن الأكل بدون صوصات. وعلى فكرة في أي أكل لازم صوصات، في أي أكل يعني. شباب هنخش في الغريق شوية كده، عرفتها؟ نخش في السندوتشات. أنا مبدئيا دايرك تبدأ بعيدا. ده طبعا السندوتش الكلاسيك حقهم،
فيه الفرايد تشيكن والكوسلو والصوص حقهم. شوف المعلومه دي عشان تعرف ان انا متابع. السندوتش ده ما كان كده صح؟ التشيكن كانت اصغر. كانت اصغر بس هم كبروا التشيكن شويه. كبروها بناء على اراء المتابعين. انا قلت لكم الناس دي بيركزوا في الاراء بتاع المتابعين شديد. وقام الناس قالوا لا والله قطعه التشيكن صغيره وما اعرف شنو، قاموا كبروها وعدلوا السندوتش. صراحه شباب اول مره في حياتي اشوف سندوتش فوقه ماك تشيز. يلا ده اختراع. يلا يا شباب دي حاجه جميله. هحاول اقلبه بالطريقه الثانيه من دون ما يتلغوص. مخلل والصوص بتاعه. شباب معلش نرجع نكرر لكم احزاننا ثاني انه المحل بقى مضج بالناس، فلو في اي حاجه مش الدنيا. ان شاء الله الصوت واضح ان شاء الله. السلام عليكم. اخبار؟ تمام الحمد لله اخوان، تفضل معانا. الحمد لله. طيب يا جماعه نجرب. شوف مبدئيا اديك معلومه، انا ما قاعد احب الله نور. ما عرفت فاتحين النور ليه وانت قاعد؟ تاكل والله تاكل، اقسم بالله تاكل. والله تبدا كذا يا شباب كذا، والله العظيم تبدا كذا تقطع الهطف. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا انا بكره الكوسلو، فبالتالي دي بالنسبه لي حيكون حاجه مؤثره. شوف اقول رايي انا تبدا انت. خلينا نبدا انا. ليه حتزعل مني؟ والله شايف صراحه وظابط شديد، بس كان نفسي شويه دجاج تكون يعني ما حسيت التتبيله هي ظابطه كده، ملح شويه بس ما بس. انا بالنسبه لي ما حسيت الاحساس اللي انت حسيته ده. عارف ليه؟ لكن لانه انت اكلت معاه حاجه حلوه يمكن في لقمتك. كده ثانيه عشان ما اقعد اتكلم. قصدك الكوسلو؟ دق 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 على راحتك، جرب عيش. داير صلصات خش. كمان الحاجه دي انا بعتبرها سناكس جميله 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 لابعد شيء. البوب كورن دكتور والله صراحه جميله قيم. الستيل لكن لسه ده لا حبه ملح بالنسبه لي انا. انا صراحه ما معك، ما بتفق معك. ده السندوتش الكلاسيك، انا بالنسبه لي حاجه شخصيه وجميل حبيته. لكن انا عندي لك معلومه، انا بكره الكوسلو. لا صراحه الكوسه بتاعتهم درع، انا ذاتي بكرهها. درعه، لكن بالنسبه لي تعتبر كثيره. يعني انا ممكن لو طلبت السندوتش ده ممكن بدون كوسلو. لا مش بدون. هو صراحه الكوسلو اخذت ميكس ظابط، لكن انا ممكن افتح السندوتش واقلله او اقول له مثلا خذ كوسلو بسيطه. ليه؟ لان انا شخصيا ما بحب الكوسلو. وعلى فكره في ناس كلها بتحب المخلل، لكن الميكس صراحه جميل. يعني انا ما ممكن اكله بدون كوسلو مع ان انا بكرهها، لكن تكون حاجه بسيطه مع الاضافه بتاعت الصوصات اديك حاجه جميله جدا. نخش في الثاني يا حمد. لكن والله انه انا صراحه بغض النظر عن اي شيء مبسوط من حاجه دجل انه انت بجد يعني قاعد تقيم بضمير شديد. انا عارف والله يجب هذه حاجه يعني انا والله مقدرها شديد. يعني الحاجه دي الناس دي حتشوف الفيديو ده، فبالتالي حيراعوا لكل الحاجات اللي بتتقال. طيب ده سندويتش، ده يمكن اغرب سندويتش هنا، انا اول مره اشوفه. صح اول مره في حياتي اشوف ماكن تشيز. اسمه شنو؟ ماكن تشيز. المهم عشان اول مره اشوف القاله مهند دي جوا السندويتش صراحه. برضه نفس القطعه بتاعت مكرونه بالجبنه. مكرونه، يعني سندويتش بتاع مكرونه. واقول لك معلومه، انا برضه ضد التجارب الغريبه. يعني بالنسبه لي تجربه غريبه، فصراحه انا والله متخوف، خايف انه الحاجه دي ما تعجبني، ما اعرف ليه. طيب بسم الله. عيش عيش يا عيش عيش يا غير عيش. والله يا اخي ما ميكس غريب. انا ما اعرف، انا ما قادر اتقبل فكرته. يعني هي على ما اعتقد الحاجه دي في مصر انا ما اعتقد انه يعني كثيره. صراحه يا جماعه انا عكس مهند، انا حبيت ده. رغم اني ما بحب المكرونه لكن حبيت ده. انا انسان ضد الافكار العجيبه والغريبه، ده بالنسبه لي فكره جديده. يعني انا ما قادر اتقبل الفكره بتاعت. طيب نحن ندي استاذ عمر يذوق. عمر انت يذوق طوال تحكم بيننا، لازم تحكم. انت قلت كويس. انا قلت ده حبيته عكس ذاك. انا ما حبيته، انا حبيت ده اكثر، الكلاسيك. جد انا ما يعني الميكس غريب، ما عشان كده انا حبيته. سندويتش مكرونه ما اعرف فايته. حلو انزل جميل ضابط. هل انت ممكن لو جيت تطلب اي مع انه انا لحظه انا قلت لك انه ما بحب المكرونه لكن انا حبيت السندوتش. يلا ميكس انا بالنسبه لي غريب والله. على فكره لما تاكل حاجه حلوه على حاجه حامضه على حاجه عاديه الاكل بيكون فوقه كده جد يعني هي فلسفه، لكن بتحس انه في حاجات كثير قاعد تحصل وبتستمتع بالاكل. يلا انا بحس انه دي انا مشكله شخصيه في. انت لاحظ انه انا قاعد اكل مخلل ولا قاعد احب المكرونه، عجبتني الخلطه والحاجه دي. ما هو لك ده ما احنا ما ناكل. انت عاوز تاكل دجاج عادي بخليه مشوار طويل عشان اجي اجرب المطعم ده ليه؟ لازم يكون في حاجه غريبه. اوكي لكن انا لو جيت مثلا يعني حطلب الحاجه اللي انا ضامن انه اكلها حتعجبني. طبعا انا ده ما نزلنا كل المنيو، يمكن في حاجات احسن
كيف في حاجات اسوء، لكن لكن بالتقييم يلا هسي انا حاليا ده حبيته اكثر من الاول. مهند عكسي. انا صراحه عكسك. يلا نجي للحاجه اللي انا متحمس لها. يلا شوفها يا جماعه، دي اكتر حاجه انا متحمس لها. دي الكريمي، صوص الكريمي فوقها، ودي الهني. لكن في حاجه حلوه، عارف شنو؟ العيش والله هاي طب اقول لك سمك. معلومه، أها. العيش ده ما كان كده برضه. كذاب والله. العيش ده يا جماعه كان توست عادي، كان توست عادي وتوست صغير. التوست العادي ده مربع. يلا قاموا الناس برضه دقوا جرس، قالوا يا جماعه احنا ما قاعدين نشبع والعيش ده صغير وكده، فقاموا غيروا العيش 180 درجه. جابوا فعلا لانه عيش ما شاء الله ثقيله يعني. ولو لاحظت انا ما قلت لك هم بيوثقوا كل حاجه في حساباتهم في التيك توك والانستغرام. لو لاحظت طب يمكن اخر مقطع اللي قبل الاخير قاعد يتكلم عن العيش ده اللي هو اصلا ما كان، انه الناس كلها قالت لا والعيش وكده، فقام غيروا معلومات يا حبيبي في الميش. والله يا مهند انا صراحه دقيقه بغض النظر عليك انا مستمتع بالحاجه اللي قاعد تقولها. طبعا اساس لما تيجي تاكل الفرايد تشيكن دي تمسك الصوص ده تغمسها كامله. هيك اضوق من احلى الكولسلو اللي اكلها في حياتي. مسكره. بس والله السكر. بالنسبة- بالكريمي ولا بالهني؟ نبدا بالكريم لانه في واحد من الاونر، انا مشكلتي ما حافظهم كلهم، لكن في واحد من الاونر دي وجبته المفضله اللي هي الكريم، اكثر حاجه بحبها. نخش. خش بسم الله. جرب مره، نجرب بصوصات وبدون صوصات. هسه دي بالصوص حق الكريمي نفسه. ها بسم الله حاجه جامده عديل. يا جماعه والله صوص الكريمي ده درع. يعني والله لقمه فاتنه، والله فاتنه بشكل. ده بالصوص بتاعه. ها يلا بالتشيز مجنونه والله العظيم. اضغطوا معنا. طبعا شباب دي عشان من الصباح المخرج واقف معانا ما قاعد يتعب. جيل المخرج طبعا. تفضل يا عن غير فصل كده. تفضل يا مخرج. صح نفسي خسرت فيها والله. شوف انا اديك تحدي دي مراهنه بالنسبه لي شخصيا. من الصوصات اللي عندهم كلها احسن واحد بالنسبه لي. شوف انا ما ذقتهم كلهم، لكن الصوص البيزك حقهم ده انا بالنسبه لي حيكون احسن واحد. عجبني واحده بالعيش. انا صراحه الصوص نفسه الكريم اللي قاعده فيه يعني في الدجاجه نفسها والله صراحه طعمه ظابط عديل. اسمع كلام مندوق جرس، بما انهم بياخذوا الريفيوهات بتاعت الناس، من جرس قال لهم جيبوا عيش سوداني. هلا كان عيش سوداني حضبط مع دي. ليه ما يزبط؟ السوداني حر يا طالب بانوره ونطالب على الدين ونطالب ريم. المهم نطالبكم كلكم انه تجيب لنا عيش سوداني. نظام احنا بلوجرز، هم بلوجرز كذا زي والله وصل عربي. انا شغال بالي شغل هذا لغايه لحد الان. اسمه بوب كورن صح؟ بوب كورن. ودي كورن. اظبط حاجه بالنسبه لنا صراحه يعني. جد بحس اظبط من السندوتشات. يلا يا جماعه انتوا لاحظين احنا ما قاعد ناكل عشان ما دارين شنو؟ ما دايرين نشبع خلينا نشبع. لانه ورانا معركه بعد التصوير. معلومه اديك معلومه اخيره. مغرق على فكره عالم من تحت. شوفوا يا شباب مطعم لما يكون كريم انت بتكون مبسوط. كريم بالصوصات بالحاجات دي. تفضل اديك حبيبي. معلومه اخيره. قول. دقيقه لنص تحضرها. جات اها المعلومه دي، يعني قلت لك غير انه الناس دي بتشيل اراء الناس يهتم بها، كمان بيبرروا. فهمت يعني؟ حسي يعني في كومنتات كده اسمع ليه الدجاج ده، ليه القطعه دي مثلا لونها كده، ليه لونها اسمر بحسها محروقه. قام جابوا الكومنتات دي كلها طق 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 طلعوها كده وبرروا، وجابوا فيديو هم بيعملوا الدجاج كيف وليه لونه كده، لانهم حاطين فيه صوص بابريكا. يعني والله العظيم ناس، والله انا بغض النظر قاعد صراحه يا شباب انا زي ما نسي اتمنى تكونوا قاعد تصدموا المعلومات دي زي ما انا قاعد اصدم نفسي حاليا. يعني والله العظيم ناس جميله. انت عندك اعتراض تعال يا حبيبي. والله صراحه اعتراض في الحلقه دي الجميل ده انت صراحه يعني. والله لك الجميل وانت برضه جميل. والله يا مهند والله والله جميل. والله ما بفضل اكل غيرك. يلا انت ما تلخبط بين العسل حق يدي والعسل ده في عسل انت ما تلخبط. حاول فرق. ده صوص كان عشان حلو. لي تذوق عشان ما تفرق. يا اخي بشيل انت عشان ما تقطع بالعسل. انا ما زال ادوق دي. عارف لما تذوق حاجه مالحه يعني تشيكن مع كده صوص حلو مسكر، يلا ده هو ذاته بالظبط. صراحه ميكس رهيب. شباب والله صراحه دي ما دجاجه يجل. ده عسل جد عسل. قاعد ما تذوق قاعد في تذوق. الصوص. لا هي ذات عسل هي طعمها عسل. قاعد تذوق جوا والله. في غيرك يعني؟ غير تخيل. كفايه يا مهند ما نكمل الحلقه بسلام مالك. يا جماعه والله العظيم انا مبسوط بس والله شوف احلى حاجه في المطعم عارفين شنو جد
الفايب بتاعه. الناس يعني انا حلوة. مبسوط، يعني الناس مبسوطه وبتضحك، انتوا فاهمين؟ يعني انا فاهمين اقول شنو؟ يعني في بوزيتيف انرجي في المحل. والله يا جماعه صراحه كده، يعني صراحه كده انا انبسطت جدا. انبسطت بالمحل اكثر من الاكل ذاته، الاكل درعه لكن المحل والناس اللي فيه اكثر من الاكل صراحه. طيب دقيقة، أنا عندي بس نقاط مهمة قبل ما احنا نتم الحلقة دي. طيب أنت جيت هنا، شوف طلبت أي شيء أنت طلبته على مزاجك، أطلب صوصات مهمة شديد. اكثر حاجتين حبيتهم شنو؟ أكثر حاجتين حبيتهم الكريمي، التشيكن، الفرايد تشيكن الكريمي مع الصوص بتاع الكاك البيزك دي واحدة، والبوب كورن. طيب احنا يا جماعة هنعمل أحسن حاجات عجبتنا. أنا ممكن أعمل وجبة طب رايك نسوي احنا نخليها تحدي عادي، انت سوي وجبتك انا سوي وجبتك، نخلي عمر يجي يقيمها نقول الاحداث. عمر لكن ضاق الأكل كله موافق. طيب هاخد قطعة التوست العيش ده، وهاخد أقول كريمي. شوف انا شوف كل حلقه انا اخليه يهتم بنفسه، لازم تهتم بنفسك يا مان. ايوه والله. فالعيش التوست واحد. انا ان شاء الله ان انا قاعد اقسم صح. يلا دي فوضى. معك ما ظهر في المونتاج. طيب يا جماعه قطعه توست طبعا النص، وقطعه بتاعت كريمي الفرايد تشيكن كريمي مع الصوص بتاع بتاع الكاك. شوف صراحه شباب شلت الهاني والصوص حقهم مع الكول سلو بس والعيش بس، يعني بسيط وسيمبل ورايع صراحه يعني. انت خدت الكريمي ولا الهاني؟ يا اخي والله احنا مجنون والله. انت ليه بتقلدني بس تاخذ الكول سلو ليه؟ اسيده ما ابوش عديل اسي. الله عليك يا ابراهيم. يلا كيف؟ بعدين ده سندويش ماشي للبوس، انت لازم تظبط ماشي للبوس عشان يظبطك في خد له قطعتين نفسي قطعتين. والله شباب شوف صراحه الغوز دي يعني احلى من اي شيء، انه يعني الصف بتاعنا جميلين. استاذ بكري زول ممتاز، استاذ خيري زول ممتاز، قاعد يدفع منه قروش. بكري زول ممتاز جدا جدا. بكري والله زول ممتاز والله. زول راجل. هو بكري بس زول راجل يعني بكري. عمر برضه ممتاز. عمر زول راجل وبكري ارجل، والاثنين ارجل ينفعوا. عمر احنا دايرين انك تصدق السندوتشين ديل بناء على رايك. ابدا بيدا انت تصدق بس. المكونات بتاعته انه هاني، الهاني تشيكن تمام الهاني مع الصوص حقهم كل سلو بس، والعيش حقتهم السمحه فقط. يعني حياه بسيطه كده وتكتيكيه عشان السندويتش ما يفقد اللذه بتاعته. يلا كيف؟ الله عليك يا لسه. محلي الله عليك والله. يا. يلا شوف يا عمر، انا السندويش ده مبني على الشيخ انت انسان بوس. هاي فانا قمت عزيتك انت بوس عشان باين انت عز الشباب. تفضل. هو اصلا عزينه والله. ده في التشيكن الكريمي مع هو على فكره الصوص صدق اخذت لك اي شيء في السندويتش، تشيز. يعني ما تشوف الشكل. انا كان ممكن اعمل اخذت لك كده مع الكورسلو ده لازم. السندويش البيزك صح؟ يلا عمر حب قبل ما قال لي انا بحب الماكن تشيز فخدته له. اذا بتهتم بالتفاصيل انت شيخ كيف الدفع بيحصل؟ اها معلش شوف الضوء. يلا هو قاعد ياكل ده اكثر فمبدئيا عجب اكثر. لا هو قاعد ياكل ده عشان هو جعان ما عشان هو عيبه. صراحه ما يدري صراحه ما عشان هو قاعد معك في البيت. اديك هاك بس تفضل. اول حاجه التشيكن كله، يلا دي نصيحه بجد، فيه سموك بابريكا كثيره شديد. كثيره شديد. السموك بابريكا المفروض شويه يتقل لكن حلو. السندوتش تيكو حلو ومهذب ومرتب، لكن حق مهند احلى. انا والله عزومه 3 ايام. دائما الناس الفات بيبل بيحبوا الاكل. معليش ما قصدي حاجه والله. يعني على فكره الموضوع ما تحدي وكده، لكن لا هو التحدي شنو؟ دائما قاعد التصق في التحديات.